جنية مبتدئة بتقرر تنقذ مهنتها قبل ما تختفي للأبد. بتنزل لعالم البشر عشان تحقق أمنية قديمة لبنت صغيرة، بس لما تلاقي البنت دي كبرت وبقت أم مكتئبة ومش مؤمنة بالحب، السحر كله بيتقلب فوضى. هل الجنية دي هتعرف تغير معنى النهايات السعيدة؟ هل السحر هيكفي عشان يرجع لها الأمل؟ بيبدأ الفيلم في عالم سحري خالص بالجنيات والتعويذ. كانت في مدرسة خاصة بتعليم الجنيات إزاي يحققوا الأمنيات، بس المدرسة دي بقالها سنين من غير طلبة جداد، لأن البشر خلاص بقوا مش مؤمنين بالسحر ونسيوا إن الجنيات ليهم دور. وعلشان كده المديرة قررت تقفل المدرسة نهائياً وتمنع الجنيات من النزول للأرض تاني. وسط الجو ده بتظهر إلنور، أصغر جنية متدربة في المكان ومليانة حماس وحب لمساعدة الناس. ولما سمعت بقرار إغلاق المدرسة قررت إنها تعمل أي حاجة علشان تثبت إن الجنيات لسه ليهم لازمة وإن السحر ممكن يرجع. إلنور بتنزل غرفة الأمنيات وبتدور على أمنية تحققها، لحد ما بتلاقي أمنية قديمة لطفلة اسمها ماكنزي، كانت وقتها عندها 10 سنين وبتتمنى تعرف زميلها اللي بتحبه. رغم إن الأمنية دي قديمة، لكن إلنور بتشوفها أمل وبتقرر تسافر للأرض وتحققها.